السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع علي. واليوم إن شاء الله غادي نشوفوا ملخص دور المجموعات في البطولة العربية، وخاصة ممثلي الكرة المغربية فريق الرجاء والوداد البيضاوي. فكيف ما شفنا ففريق الرجاء ضمن التأهل رسميا للدور الثاني بالعلامة الكاملة من بعد 3 تاع الانتصارات، بينما فريق الوداد تقصى من دور المجموعات من بعد تعادلين وهزيمة من فريق الهلال. فان شاء الله غادي نشوفوا ملخص مشاركات ممثلي الكره المغربيه فريق الرجاء والوداد البيضاوي، زائد غادي نشوفوا المشاكل اللي واجهت البطوله العربيه في دور المجموعات، سواء على مستوى التحكيم، على مستوى التنظيم، توقيت المباريات، جوده الملاعب الى اخره. فخليكم معايا في حلقه اليوم ان شاء الله، ونتمنى تعجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه، ويلا على بركه الله نبداو الحلقه ديالنا. فكيف ما شفنا في دور المجموعات، ففريق الرجاء والوداد كان هذا هو المشوار ديالهم. فريق الرجاء تمكن من انه يتاهل الدور الثاني بالعلامه الكامله من بعد 3 تاع الانتصارات. الانتصار الاول كان على الشباب الرياضي بلوزداد الجزائري ب2-1، توقيع يسري بوزوق وبوشعيب العراصي. الماتش الثاني كان ضد الكويت الكويتي، والرجاء انتصر ب2-0. حسن الرحيمي ومحمد زريده هما اللي سجلوا الاهداف في هذه المباراه هذه. والمباراه الثالثه كانت امام الوحده الاماراتي، وزكريا الوردي هو اللي سجل الهدف الوحيد في هذه المباراة، وهكا الرجاء تأهلت ب9 نقاط كاملة. بينما فريق الوداد مع الأسف ما تمكنش من أنه يتأهل الدور الثاني، فمن بعد 2 تعادلات أمام السد القطري وأهلي طرابلس، في الماتش الثالث ضد الهلال السعودي الوداد البيضاوي خسر ب2-1. وبهكا تكون الرجاء والوحده هما اللي ضمنوا التأهل ديالهم من هذه المجموعة. الرجاء متصدرة المجموعة، بينما الوداد تحتلت المركز الثالث وتقصات بالسد والهلال هما اللي تأهلوا في هذه المجموعة هذه. وبالنسبة للأندية اللي ضمنت التأهل ديالها الدور الثاني هما على هذا الشكل هذا: المجموعة الأولى الاتحاد السعودي والشرطة العراقي، المجموعة الثانية السد القطري والهلال السعودي، المجموعة الثالثة الشباب السعودي والنصر، والمجموعة الرابعة الرجاء البيضاوي والوحدة الإماراتي. وبهكا ففريق الرجاء ضمن رسميا أنه غادي ينافس النصر السعودي نهار الحد 6 في شهر 8، بينما باقي مواجهات الدور الثاني هي على هذا الشكل هذا: السد القطري غادي يلعب ضد الشرطة العراقي، الاتحاد السعودي غادي يلعب ضد الهلال السعودي في قمة سعودية، الرجاء ضد النصر السعودي، والشباب السعودي ضد الوحدة الإماراتي. ودابا غادي نهضروا على المشاكل اللي واجهت هذه البطولة هذه، وخصوصا بزاف تاع الأندية تشكاو منها. فأول مشكل كان هو برمجة المباريات. فتقريبا فقط مثال فريق الرجاء والوداد معظم المباريات اللي لعبوهم كانوا مع 2 و4 في عز الحرارة وفي عز الصيف ديال السعودية، بينما أغلبية تاع الأندية السعودية كانوا المباريات ديالهم مبرمجين باش يلعبوا في العشية مع 6. فهذا كان مشكل كبير اللي بزاف تاع الأندية عانوا منه على الحرارة إلى آخره. المشكل الثاني كان هو جودة الملاعب اللي بزاف تاع اللعابة تشكاو منها، وعلى رأسهم رونالدو. في الحوار الصحفي ديالو في آخر ماتش ضد الزمالك فقال باللي الملعب كان ناشف، أرضية الملعب كانت ناشفة والعشب كان طويل وما خلاهمش هذا يلعبوا الكرة ديالهم بالطريقة اللي بغاو. فجودة الملاعب صراحة ماشي تلهي. الشوط الأول كان هناك فرص أيضا للزمالك، الفرص كانت قليلة بالنسبة للنصر على الرغم من الأسماء الكبيرة. Porque foi muito difícil o jogo e as oportunidades não foram muito para o Nasser. É, o campo estava difícil, أرضية الملعب كانت صعبة شوي، muito seco e muita relva muito alta. كانت ناشفة والعشب عالي كثير. Quando é assim, não dá para praticar um futebol muito bonito. لما تكون العشب هيك ما يخليك تسوي كرة قدم جميلة. وهذا حتى هو كان مشكل من المشاكل اللي واجهت الأندية واللاعبين. زيد على ذلك مشاكل على مستوى التحكيم اللي بزاف تاع الأندية في الدور الأول شفناهم كانوا كيعترضوا على التحكيم، وكانوا هناك مخالفات، وكانوا هناك بعض الحالات اللي كان عليهم لغط بحال ضربات الجزاء، بحال لمسة اليد إلى آخره. زيد على ذلك التنظيم وضعف الحضور الجماهيري. فصراحة أغلبية تاع الماتشات ما كانش فيهم حضور جماهيري كبير. ممكن في الماتشات الجاي تاع الربع والنصف غادي نشوفوا حضور جماهيري أكبر. وآخر حاجة ممكن نهضروا عليها هي توقيت ديال هذه البطولة عامة اللي ما كانش مناسب، خاصة الأندية الإفريقية. فما كاينش وقت كبير باش تحضر لهذه البطولة هذه. وهادشي شفناه مثلا فريق الاهلي المصري، فهو قدم الاعتذار ديالو اللي ما بغاش يشارك لانه عارف كاين ضغط كبير على اللعابه ديالهم، فما يمكنش يزيدوا عليهم ضغط اخر ديال هذه البطوله هذه اللي غادي يلعبوا في واحد المده زمنيه محدده. فحتى توقيت البطوله ما كانش توقيت مناسب من وجهه النظر ديالي. فاخر حاجه كنتمنى التوفيق لفريق الرجاء البيضاوي في المواجهه ديالته امام النصر السعودي. كنتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله يوصلوا للمباراه النهائيه، وعلاش لا يتوجوا باللقب ويحافظوا على اللقب ديالهم.
كل التوفيق لفريق الرجاء البيضاوي في هذا المشوار ديالهم، وفي هذا الشيء اللي كاين في حلقة اليوم. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قريب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.